السلام عليكم. اهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده هنعمل مع بعض تورته الفانيليا الجميله دي، حاشينها بالفراوله ومزوقينها كمان بالفراوله. عايزه اقولك ان احنا عملناها بالدقيق العادي وباربع بيضات بس، وطلعت معايا بالشكل الجميل ده. عايزه اقولك لو انت لسه مبتدئه وبتفكري تتعلمي ازاي تعملي تورته، تابعي معايا الفيديو للاخر وهتعرفي كل الاسرار والتريكات اللي تنجح معاكي التورته ومن اول مره. لو انت اول مره تشوفيني ما تنسيش تشتركي في القناه وتحطي لايك للفيديو. يلا نسمي الله ونشوف الطريقه والمقادير مع بعض. معانا هنا 4 بيضات بدرجة حرارة التلاجة. احنا عايزين البيض يكون ساقع، وعايزين كل المكونات بتاعتنا تكون ساقعة عشان تنجح معاكي الوصفة والخليط يتماسك معاكي بسرعة، ما تقعديش تضربي فيه كتير. بعد ما هنفكك البيض كده شوية زي ما احنا شايفين، طبعا لو انت عندك عجان هتحطي كل المقادير مع بعض وتضربيهم لمدة 7 دقايق. احنا هنا هنستخدم المضرب الكهربائي لان انا ما عنديش عجان، فهستخدم المضرب ونشوف مع بعض الطريقة. بعد ما فككت البيض شوية كده، هبتدي اجيب معلقة صغيرة من الفانيليا السائلة. لو انت مش عندك فانيليا سائلة وعندك بودر هتحطي باكت، وتبتدي تنزلي بمعلقة كبيرة من المحسن الجل. بنجيبه من عند مستلزمات الحلويات. بعد كده هجيب نص كوباية من السكر وابتدي اضرب شوية كده. وبعد كده هجيب نص كوباية من المية تكون ساقعة برضو من التلاجة، وهنزل على الخليط زي ما انتوا شايفين كده بيبتدي يفتح معايا ويتقل معايا بسرعة كده. هبتدي بقى اجيب كوباية ونص من الدقيق العادي. وطبعا كل المقادير زي ما انت شايفة انا مستخدمة الاكواب المعيارية. بعد كده حطيت معلقة صغيرة من كيك الشيف او البيكنج باودر وبدأت اضرب الخليط. هنقعد نضرب كده لمدة 5 6 دقايق لحد ما الخليط يتماسك معايا ويبقى زي الكريم شانتيه، وهوريكي ازاي تعرفي ان كده خلاص الخليط اتضرب كفاية. اول بقى ما يتماسك معايا ويبقى بشكله بالشكل ده، تبتدي تضربي تشيلي كده المضرب. اول ما تلاقي كده الخليط عمل زي منقار، يعني حته فوق كده وحته لتحت، تعرفي ان كده خلاص الضرب كفايه. ما تضربيش اكتر من كده عشان ما يفصلش مني. انا هوريكي كل حاجه في الفيديو بس خليكي معايا للاخر. زي ما انت شايفه كده اول ما رفعت المضرب عمل ازاي، عمل زي منقار كده. خلاص كده احنا ضربنا كفايه، يبقى كده مده الضرب تمام. هبتدي اجيب بقى المقدار دوت. عايزين صينيه مقاس 20، تقدري تقيسيها بالمسطره او لو عندك مزوره وتحطي. لو ما عندكيش صينيه مقاس 20 حطي في حله. انا الحله بتاعتي دي مقاس 20 قستها، والخليط ده مناسب على المقاس دوت. هبتدي بقى اجيب ورقة زبدة زي ما انتوا شايفين واظبط كده بلفها زي القرطاس كده. وبعد كده اقيس عليها من اول منتصف الحلة لحد الاخر، وابتدي اقص بالمقص واظبط القاعدة بتاعت الحلة بورق الزبدة. ومش هندهن الجناب ولا اي حاجة، احنا عايزين الورقة بس للقاعدة. وهبتدي اصب الخليط بتاعنا، وطبعا احنا فاتحين الفرن على درجة حرارة 180 من اول ما بدأنا نعمل الكيك الاسفنج. هنبتدي بقى نظبط الخليط كده زي ما احنا شايفين في الحلة بتاعتنا، وهندخلها الفرن على درجة حرارة 180. هتقعد معانا بالظبط من 45 ل50 دقيقة. زي ما انت شايفة كده ظبطنا الخليط وخبطناه شوية كده على المطبخ، وبعدين دخلناها الفرن. اول ما تخرج طبعا انت بتسيبيها في الفرن 5 دقايق، ما تخرجهاش بسرعة. وبعد كده بتخرجيها وتسيبيها تبرد شوية، وبعدين تغطيها بفوطة وتبتدي تشتغلي بيها تاني يوم. يا ريت يفضل ما تشتغليش فيها في نفس اليوم علشان هي بتبقى لسه طريه كده. لو انت لمستيها او مسكتي فيها هتلاقيها هتتفرفت منك ومش هتبقى متماسكه معاكي. فيستحسن طبعا ان احنا لما نعمل كيك اسفنجي ما نشتغلش فيه غير تاني يوم، لازم نسيبه يرتاح. بدأت بقى اخرجها من الحلة وخلاص كده. بدأت اقشر الوش بتاعها، ولو في اي حاجة في الظهر محتاجة ان انت تشيليها شيليها. وبدأت اجيب المنشار بتاعي على رقم 9 وقطعتها. طلع معايا بالظبط 3 ديسكات حلوين جدا. زي ما انت شايفة الطبقة عاملة ازاي، سميكة وحلوة جدا. عايزة طبعا تصغري وتخليها تطلع معاكي 4 طبقات، براحتك بقى زي ما انت عايزة. بس انا بالنسبة لي الطبقة المقاس ده حلو جدا بالنسبة لي. خلاص كده انا كنت عامله بقى الكريم شانتيه. انت طبعا لو عايزه تعرفي مقادير الكريم شانتيه انا عاملاه كذا مره عندي على القناه، تقدري تخشي وتشوفي وانا هقولك ازاي تعمليه. لو انت عندك الكريم شانتيه خام هتجيبي كوبايه من الكريم شانتيه. طبعا الاول هتضربي كوبايه ونص
من الميه المتلجه، عليهم ربع كوبايه من السكر. هتضربيهم الاول شويه لحد ما السكر يدوب بنسبه 50%. بعد كده هتنزلي بكوبايه الكريم شانتيه وتضربي الخليط كله مع بعض. ولو عندك بودره باستري كريم هتحطي معلقه، او لبن بودر تحطي معلقه، يا ده يا ده. وتضربي الخليط كله لحد ما الكريم شانتيه يتماسك معاكي بالشكل اللي انت شايفاه ده. بعد كده هنجيب بقى الديسك الاولاني او الطبقه الاولانيه من الكيك، ونبتدي نسقيها بالشربات. الشربات الخفيف ده عباره عن نص كوبايه من السكر عليها كوبايه من الميه، وتدوبيهم كده كويس وتحطيهم على النار لمده 5 دقايق. وبعد كده بتطفي النار وتسيبيه يبرد خالص. ويستحسن طبعا تعمليه من بالليل زي الكيك كده، عشان تبقى الحاجه بتاعتك كلها جاهزه وتبتدي الصبح تشتغلي في التورته بتاعتك. لكن الكريم شانتيه ما تضربهوش غير قبل الشغل على طول، علشان ما يدخلش فيه هواء ويبقى فيه فراغات كتير وانت بتشتغل. الكريم شانتيه تعمليه قبل الشغل على طول. بدأت اجيب طبقة طبقة واسقيها بقى بالشربات الخفيف، واحط عليها طبقة من الكريم شانتيه، وانزل عليهم بشوية من الفراولة. وبعد ما احط الحشوة كده ابتدي احط عليها حتة كده من الكريم شانتيه عشان اثبت الفراولة. زي ما انت شايفة كده اثبت الفراولة، ما تقعش مني لما احط الطبقة التانية من الكيك، ما تتزحزحش مني او تخلي الكيكه معوجه او حاجه. وانا بحط كده بضغط بايدي كده خفيف بالراحه خالص عشان ما تتقطعش مني. طبعا انتوا عارفين الكيك الاسفنجي ده حساس جدا، لازم واحنا بنشتغل معاه او بنشتغل فيه يكون ايدينا خفيفه عليه، وفي نفس الوقت نعمله صح. وبعد كده حوشيت كل الطبقات بتاعتي. وبعد كده جبت بقى اخر طبقه من الكريم شانتيه، وهبتدي بقى اجلس التورتايه زي ما انت شايفه كده. عايزه اقولك ان التورتيه بتاعتي دي اخدت معايا كوبايه بالظبط من الكريم شانتيه، يعني المقدار كوبايه على نص، على كوبايه ونص ميه وربع كوبايه من السكر. عمل لي التورتيه دي جلسها لي وحشاها لي، وكمان عمل الروزيتات اللي احنا هنعملها في الاخر من فوق التورته وحوالين التورته كمان من تحت. هبتدي بقى اجيب السكينه بتاعتي او المعلقه الاسباتشوله، اي حاجه بقى متاحه عندك. ولو عندك ادوات التزيين تقدري طبعا تستخدميها. لو انت اول مره تزيني تورته وما عندكيش الحاجات دي، تستخدمي اي سكينه او اي معلقه زي ما انت شايفه كده وتجلسي بيها التورته. وطبعا زي ما انت شايفه تخلي سمك الكريم شانتيه بتاعك متماسك عشان يتفرد معاكي بمنتهى السهوله. وطبعا عايزه اقولك نصيحه، لو انت حابه تتعلمي ازاي تعملي تورته وازاي تنجحي معاكي الكريم شانتيه، يستحسن ان انت تتعلمي في الشتاء، علشان الكريم شانتيه بيفضل معاكي وقت طويل متماسك. لكن في الصيف بيسيح منك بسرعه، ولو ساح منك وانت لسه اول مره تعملي وبتتعلمي هتتضايقي وهتحسي ان انت فشلتي ومش عارفه تعمليه. فالاحسن ان انت تتعلمي في الشتاء، هتطلع معاكي النتيجه مظبوطه وهتحسي ان انت اتقنتي عمايل التورته. الاحسن اتعلمي في الشتاء. خلاص كده بدات اعمل بقى الروزوتات بالباقي عندي من الكريم شانتيه. كان باقي بقى حوالي معلقتين كده، حطيتهم في كيس حلواني، وجبت اصغر بلبله عندي او قمع يعني، عشان ما تخرجش كريم شانتيه كتير وتعمل كل الروزوتات اللي انا عايزاها بالباقي من الكريم شانتيه. يعني عشان اخلي الكوبايه تكفي التورتيه من اولها لاخرها زي ما احنا شايفين كده. وبدات بقى احط كده قطع من الفراوله فوق الروزيتات اللي انا عملتها. وبالشويه الاخرانيين بدات ازوق كده او احزم التورتيه من تحت، يعني زي ما انتم شايفين بالكريم شانتيه كده، يعني روزيتات صغيره كده ورود صغيره شكلها حلو قوي، هتدي شكل جمالي في الاخر حلوة قوي. والتورتيه سهلة زي ما احنا شفنا، مقاديرها بسيطة خالص، ما كلفتناش حاجة، وطعمها في منتهى الجمال. جربي وما تنسيش تقولي لي بقى في التعليقات رأيك ايه في التورتيه الجميلة بتاعتنا الصغننة الحلوة دي. عايزة اقولك ان هي يعني تكفي 5 افراد بالظبط ان شاء الله، وتطلع معاكي في منتهى الجمال. وهنزوقها بقى طبعا تقطعي الفراولة. طبعا عايزة اقولك كمان ملحوظة، ان احنا الفاكهة دي لازم نلمعها بجيلي تلميع، عشان لو قعدت معانا فترة في التلاجة الفاكهة ما تتبلش مننا. هنا بقى هوريكي ازاي تقطعي الفراولة بالشكل الجميل ده عشان تزيني بيها التورته من فوق. طبعا الفراوله طبعا احنا غسلينها، والحته الخضراء اللي من فوق دي طبعا مغسوله كويس قوي عشان لما نحطها على التورته وتلمس اي حاجه في التورته ما تبقاش تبقى نظيفه ما فيهاش اي حاجه. بنقطعها كده شرايح طوليه ونبتدي نفردها بايدينا وخلاص بالشكل ده. طريقه سهله جدا وبسيطه، يعني تقدري تنفذيها في عيد ميلاد الولاد، في اي مناسبه لو حابه تحلي. يعني ان شاء الله النتيجه مضمونه باذن الله، والطريقه سهله وهتنجح معاكي من اول مره. بس ما تنسيش
تقوليلي في التعليقات رأيك ايه في التورتاية وشكلها ايه. واشوفكم على خير، فيديوهات جاية كتير. مع السلامة.